السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، ودي قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة الرواني بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة في البيت. ما شاء الله، شوفوا الجمال والحلاوة، ما شاء الله طعمها جميل. ولو جايلك ضيف على بختة هتقومي تحضريها وهتستوي بثواني. ما شاء الله طعمها روعة جدا. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي اتعمل ازاي. يلا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا الجميلة اللي موجودة في البيت. معايا كوباية من السكر، ومعايا كوباية من الحليب، ومعايا عدد 3 من البيض. دي المواد السائلة بتاعتنا اللي بنحطها. كوب من الزيت ورشة فانيليا. انا عملت ميكس بين الزيت والزبدة، او الزيت او السمنة، او سمنة او زيت بس اللي موجودة عندك ومتوفر عندك. معلقة كبيرة من الخل، ودي ما شاء الله بتمنع زفرة البيض وتعمل هشاشة جميلة للكيك بتاعنا. كيك ما شاء الله كيكة الرواني حاجة كده من الآخر. بعد ما خلطنا المواد السائلة كلها مع بعضها كده، هنزل ببولة كبيرة وعليها كوباية من الدقيق منخولين طبعا، وكوباية من الدقيق السمولينا، وهو دقيق البسبوسة اللي هو الفرط اللي بيتباع في المحلات. ومعايا طبعا باكت من البيكنج باودر. وهنقلب المكونات ورشة الملح. اوعي تنسي رشة الملح بتفرق كتير في الكيك بتاعنا. انا حطيت حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ما تحطيش الباكو كله، هي معلقة واحدة. وادمجي بقى المكونات الجميلة دي. وما تنسيش طبعا نص كوب من جوز الهند. احنا طبعا كيكة الرواني دي اساسها جوز الهند. وقلبي المكونات دي كلها في بعضها كده لغاية لما يبقى معاكي خليط مندمج كويس. ما شاء الله شوفوا الجمال. وده طبعا سمك الخليط بتاعنا. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما تنساش تفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. هنكون مجهزين طبعا الصينية بتاعتنا، دهنينها زيت او سمنة ورشة دقيق كده، مغلفين الصينية من الدقيق. وهنزل بالخليط بتاعنا. نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 واحنا بنشتغل. فرن سخن هيديكي سوا كويسة للكيك بتاعك. اي كيك قبل ما تحضريه هتروحي مشغلة الفرن قبل ما تحضريه. ساوي كده الصينية بتاعتك بالطريقة دي، واديها خبطتين كده على الرخامة عشان اي هوا في الكيك بتاعنا يخرج، عشان ما يعملش فقاقيع وانت بتقطعي الكيك. وده شكل الكيك بتاعنا. ومحضرين السيرب بتاعنا. هي بتاخد كوبايتين من الشربات، بس انا عايزاها خفيفة فانا حطيت كوباية واحدة. هي المقادير بتاعتها كوبايتين من السيرب. والسيرب عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة، ورشة فانيليا. 5 دقايق على النار وهيستوي معاكي على طول. الكيك وهو سخن والشربات بتاعنا بارد، هننزل كده على كيكة الرواني وقطعيها بالطريقة دي. الطريقة اللي تعجبك قطعيها بيها. ما شاء الله جميلة جدا وخفيفة. والسكر ده حسب رغبتك. شوية جوز الهند كده وزيني بيه اي حاجة عندك، بس هي اساسها جوز الهند زي ما قلت لكم. وقدميها ما شاء الله عليها لأحلى ضيوف عندك، هتكون متحضراها في ثواني. حاجة كده من الآخر. يلا بقى نقطعها معاكم كده ونشوف سمك الكيك بتاعنا. ما شاء الله جميل جميل جميل. هتدمنيها على طول، وكل ما تخلص عندك هتقومي تحضريها. شوفوا ما شاء الله ارتفاع الكيك بتاعنا. وانا حاطه معلقه صغيره كبيره من البيكنج باودر. شوفوا ما شاء الله جميله وطعمها جميل. ما تنسوش معلقه الخل بتمنع زفاره اي بيض في اي كيك. شوفوا جمالها حاجه كده روعه. لايك وشير كده لكل حبايبكم، ودعوه حلوه من قلبكم.
من عوامل نجاح الكيك بتاعك يكون الفرن على درجة حرارة 180، وما تفتحيش الفرن بتاعك لمدة 40 دقيقة علشان الكيك بتاعك ما يهبطش منك ويديك احلى نتيجة. ودي التسوية بتاعتي، شوفوا الجمال والحلاوة، حاجة كده من الاخر. قومي حضري احلى كيك هتفطري بيه اولادك. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى متابعين، لايك وشير كتير كتير كتير، واشوف وشكم على خير. سلام.